السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم جميعا. كما شاهدت في عنوان الفيديو، متسبي يصدم المغاربة بعد تأجيل كأس أفريقيا 2025. بدون إطالة شباب، هيا نتعرف على التفاصيل. من اجل افشال كاس افريقيا لكره القدم اللي غتنظم ان شاء الله بالمغرب. انا شخصيا لاحظت في الايام الثلاثه الاخيره، وبالضبط ملي اعلنت الكاف ان نسخه كاس افريقيا 2025 واللي غادي تنظم بالمغرب ما بين 21 دجنبر من سنه 2025 و 18 يناير من سنه 2026، بدات كتناسل الاخبار الكاذبه من عند الجيران. قالوا ان الكان تحولت من الصيف ديال 2025 الى شتاء نفس السنه لان المغرب غير جاهز، ما كاينش الملاعب. قالوا ان الانديه الاوروبيه ما غاديش توافق على تسريح اللاعبين، ان هذا التاريخ لا يدخل ضمن تواريخ الفيفا. قالوا بان كذلك غضب في دوله قطر بسبب موعد افريقيا في المغرب. قالوا ان القطريين غادي يستعملوا النفوذ ديالهم مع الفيفا من اجل تاجيل الكان، خاصة أنهم حجزوا الموعد قبل الكاف المختطف. المهم الكاف المختطف كاينوا فيها الكاف خاطفين المغاربة. المهم هذه دائما كيدخلوا ديك الكاف المختطف. قالوا قطر أن غادي تشرع في تقديم طلب للفيفا من أجل تأجيل الكان إلى موعد لاحق، لأن كأس العرب تحت لواء الفيفا وهي هيئة أعلى من الكاف، يعني غيجيبوا شي واحد كبر منه. قالوا أن المغرب ما غاديش يستسلم وغادي يقدم المزيد من الاموال والرشاوى لتنظيم البطوله. هادشي كيضحك والله الا صراحه كذا، ولو على حساب الشعب المغربي المقهور. قالوا ان المغرب غادي يستعن بالحلفاء ديالو اعداء الاسلام عرفتهم من اجل التغلب على القطريين. قالوا بان السلطات القطريه كتعتبر ما فعله المغرب هو اهانه لها، وتؤكد ان كاس العرب ستجرى في موعدها بلاعبين دوليين مهما كلف الامر. هادشي غايض من فيض، هادشي اللي كيقولوا الجيران. الاكاذيب والاراجيف غادي نردوا عليهم بوحده بوحده. غنبداو باكذوبه ان المغرب غير جاهز. المغرب احتضن 3 كؤوس العالم للانديه اللي كتكون تحت اشراف الفيفا 2013 2014. نهضروا على الاخيره اللي نظمناها في فبراير ديال 2023. يعني علموا المغرب انهم طلبوا منه انه ينظم كاس العالم للانديه، علموا في 40 يوم قبل، والمغرب قبل ونظم كاس العالم للانديه وكانت مزيانه. مع العلم كنعرفوا ان دفتر التحملات ديال الفيفا يكون صارم، والنسخ الثلاثه كانوا كلها ناجحه. المغرب ومنذ 4 سنوات وهو كيحتضن في كل تاريخ من تواريخ الفيفا المباريات الدوليه للمنتخبات الافريقيه. يعني كنظموا 12 مباراه 14 مباراه 16 مباراه في كل تاريخ ديال الفيفا، ولات عندنا دوك المباريات بحال البطوله برو، بحال كنظموا المباراه ديال البطوله برو. المغرب قادر من غدا ولا من اليوم انه ينظم كاس افريقيا. علاش؟ لان دفتر التحملات ديال الكاف بالنسبه لينا حنا مجرد تمرين بسيط. بعض الدول بحال اوغندا، كينيا، تنزانيا، بعض الدول مساكن صعيب عليهم لانه عندهم حتى بعض الدول ما عندهم حتى شي ملعب، ولكن بالنسبه لينا حنايا داك دفتر التحملات والو كاع ما تخسر عليه كاع حتى الجهد باش تهضر. اش كيطلب دفتر التحملات ديال الكاف؟ لو بغيتي تنظم الكان ب 24 منتخب كيطلب منك يكون عندك 6 الملاعب. هاد 6 الملاعب بغينا 2 الملاعب فيهم 40,000 مقعد فما فوق، بغينا 2 الملاعب فيهم 20,000 مقعد، وبغينا 2 الملاعب فيهم 15,000 مقعد. حنا دابا غادي نساو بانه عندنا ملعب ديال طنجه كيتصلح، ملعب ديال الرباط كيتصلح، ومركب محمد الخامس نديرهم ما كاينينش في المغرب، عمرهم ما كانوا، ما عندناش. وغادي نشوفوا واش يمكننا بامكاننا ننظموا كاس افريقيا. عندنا 3 الملاعب اللي الطاقه الاستيعابيه فايتها 40,000 مقعد، اللي هي ملاعب فاس، مراكش، واكادير. عندنا ملعب ديال العربي الزاولي 30,000 مقعد. عندنا الملعب الشرفي كيفوت كذلك 20,000 مقعد. حنا ولينا في 5 الملاعب. عندنا الملاعب اللي الطاقه الاستيعابيه ديالها فايتها 15,000 مقعد، اللي هي الملعب العبدي بالجديده، ملعب المسيره باسفين، والملعب بلدي بالقنيطره. حنا ولينا في 8 الملاعب. وعاد ما بغيتش نمشي الملعب ديال الشيخ الغضاف في العيون، ما بغيتش نمشيو لملاعب اخرى. المهم عندنا هادشي اللي بغات الكاف عندنا منه 10 ولا 12، يعني ما عندناش مشكله. فلو تنظم الكان في الصيف ديال 2025 اللي كيقول لك المغرب اجلوا قاش ما كاينش الملاعب، كان اصلا الملاعب ديال مولاي عبد الله، ملعب طنجه الكبير ومركب محمد الخامس كانوا غادي يكونوا واجدين، لانهم غادي يكونوا واجدين ما بين مارس
هو ماي من سنه 2025. صار اللي كان غتنظم، كان غادي المغرب باغي ينظمها في 23 يوليوز، يعني 3 شهور قبل 4 شهور قبل كانوا الملاعب غيكونوا واجدين. دابا غادي نشرح للاميين ولاشباه الاميين علاش الكان تاجلت من الصيف ديال 2025 الى فصل الشتاء. نمشيو معاهم بوحده بوحده. كاس العالم للانديه ب 32 فريق هو مشروع جديد للفيفا، اول نسخه غادي تقام ان شاء الله في السنه القادمه، وانفانتينو شخصيا كيتبنى هذا المشروع. كما استمعنا جميعا ماذا قال الإعلام المغربي بعد تأجيل كأس أفريقيا 2025. كما شاهدنا في الأسبوع الماضي قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل كان المغرب 2025 إلى نهاية عام 2025 أي ديسمبر 2025 حتى بداية العام الذي بعده 2026 جانفي. الاتحاد الأفريقي يتخبط كثيرا حول هذا القرار. عادة ما تبدأ في أول السنة كأس أفريقيا أي تبدأ عام 2025، لكن جانفي وشهري جانفي وفيفري. لكن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر وضع الكان في آخر العام. علامات استفهام كبيرة حول هذا التأجيل. هذا ما يبرز دور الاتحاد أو الجامعة المغربية داخل الاتحاد الأفريقي، هو من يتحكم داخل أسوار هذه الاتحادية. كذلك شاهدنا مباراة اتحاد العاصمة ونادي نهضة بركان، القصة التي يعلمها الجميع. إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني الجزائري والمحترفين في كل مكان. إن شاء الله بالتوفيق لمحاربي الصحراء والتأهل إلى مونديال 2026 في كندا والمكسيك وأمريكا بحول الله، والتوفيق كذلك في كامل المغرب إن شاء الله. وهنا يا شباب قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، ما تنسوش تعملوا باللايك الفيديو واشتراك والقناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم جدا قريبا. السلام عليكم.